الليلة دي كانت عاصفة بشكل يخوف، وأنا قاعد في قسم الطب الشرعي قدامي كام ورقة وتقارير. سمعت همس بينادي حسام من ناحية مستحيل حد يكون فيها. الهمس ما كانش تهديد، كان كأنه حد بيصحصحني. مش كده، امسح. ساعتها فهمت إن المشكلة مش في المكان، المشكلة في اللي بيتكتب على الورق. أنا اسمي حسام، شغلي كاتب تقارير. بقعد جنب الدكتور الشرعي وهو بيملي ملاحظات الفحص، وأنا بسجل كل كلمة، توقيت، ملاحظات وخلاصة. شغلة تقيلة، بس أنا اتعودت. ما بقيتش أبص كتير حواليا، ركزت في الورق وبس. لأن الورق هنا مش مجرد كلام، الورق بيقفل ملفات وبيفتح حكايات. في العادي الدنيا ماشية بنظام نور قوي، أجهزة شغالة، وطريقة كلام محفوظة. لكن الليلة دي المطر كان بيخبط في الشبابيك زي حد مستعجل، والرعد يخلي اللمبات تترعش. الدكتور نبيل كان عصبي، بيبص للساعة كتير ويقول خلص بسرعة، وأنا كنت بحاول ألحقه لحد ما حصل اللي ما كنتش مستنيه. النور قطع مرة واحدة، ثانية صمت، وبعدين نور طوارئ ضعيف اشتغل، أصفر وباهت. الأجهزة عملت صوت خفيف وبطلت. الدكتور زفر وقال المولد هيشتغل، بس المولد ما اشتغلش، وبقينا احنا والتقارير والهدوء اللي بيكبر فجأة. أنا مسكت القلم ولقيت إيدي تقيلة، مش خوف، إحساس إن المكان سمعنا. الدكتور نبيل كمل إملاء عادي جدا، كأنه بيقاوم فكرة إن في حاجة غلط. قال جملة عن الخلاصة وأنا كتبت، وأول ما القلم لمس السطر المهم الهمس طلع تاني، واضح، قريب، امسح، ده مش صح. اتجمدت، بصيت للدكتور، هو ولا كأنه سمع. قلت بخفة حضرتك سامع حاجة؟ رد بحدة اسكت واكتب. أنا ما بخافش من الصمت، بس بخاف من إن الصمت يتكلم. حاولت أكمل، كتبت كلمة زي ما اتقالت. الهمس رجع، مش كده، اكتب غير مؤكد. من غير ما أفكر مسحت الكلمة وكتبت غير مؤكد، وساعتها الهمس سكت، كأنه يتاح، كأن حد واخد حقه بجملة صغيرة. وأنا قلبي قال لي اوعى تفتح الباب ده. بعدها دخلت حالة تانية، الدكتور نبيل يملي وأنا أكتب، بس بقيت مستني الهمس. كل مرة أكتب صياغة جاهزة يجي التصحيح مش مظبوط، خليها عامة. الغريب إن التصحيحات مش بتكشف تفاصيل، بتمنعني أثبت حاجة مش متأكدة. كأن اللي بيهمس مش عايز انتقام، عايز بس ما يتظلمش تاني على الورق. قلت لنفسي يمكن أنا بتخيل بسبب العاصفة، فقررت أعمل اختبار غبي. كتبت جملة مختلفة عن اللي الدكتور قالها، جملة عادية جدا بس مش نفس المعنى. الهمس طلع في نفس اللحظة، لأ. بعدها على طول جملة تانية هادية، قول إن الباب كان مقفول وإن مفيش حد كان معايا. اتنفضت، دي تفاصيل مستحيل تتجاب بالحدس، دي تفاصيل حد عاشها. الدكتور نبيل لاحظ إن أنا بتردد، قال أنت ليه بتقف كل شوية؟ قلت مش عارف، بس في حاجات مش مؤكدة. بصلي نظرة باردة، أنت وظيفتك تكتب اللي يتقال. الكلمة دي وجعتني، لأن اللي بيتقال بقى مش منه بس. وفي اللحظة دي فهمت إن الورق عامل زي ساحة نزاع، بس النزاع صامت. لقيت نفسي بسأل في سري، هما ليه مهتمين بالتقارير؟ وليه دلوقتي؟ الهمس جاوب كأنه سمع السؤال، عشان اللي اتكتب فضل. أنا شهقت من غير صوت. الهمس كمل، في حد بيكتب بسرعة ويمشي ويقفل الكلام. حسيت إن في طرف تالت فعلا، طرف عايز التقارير تمشي في اتجاه واحد حتى لو مش الحقيقة. الدكتور نبيل قال إنه هيروح يبص على الكهرباء، وسابني لوحدي في الغرفة. نور الطوارئ كان ضعيف والهوا بقى أتقل. سمعت الهمس حواليا مش من اتجاه واحد، كذا اتجاه، بس مش دوشة، زي طابور واقف يستنى دوره. واحد يقول اكتب الصح، واحد تاني ما تسيبش الكلام يتقفل. وانا واقف مش عارف انا سامع بايه، وداني ولا قلبي.
رجع الدكتور ومعاه ملف جديد اتسلم من الاستقبال. قال بسرعة: دي لسه واصلة، لازم تتسجل. مسكت الملف وبصيت على البطاقة. الاسم فيه لقبي، نفس اللقب اللي مش بيتكرر بسهولة. اتجمدت، حسيت إن العاصفة دخلت جوه صدري. وقبل ما أسأل أي حد، الهمس قال بصوت واحد: ما تكتبش. لأول مرة الهمس يبقى كده حاسم. قلت وأنا بحاول أتماسك: ليه ما اكتبش؟ الهمس رد: عشان ده يخصك. ضحكت ضحكة صغيرة من غير نفس: يخصني ازاي؟ الهمس قال: انت اتكتبت قبل كده. حسيت برعشة في ايدي. الدكتور نبيل قرب بسرعة وخد الملف من قدامي كأنه بيخبيه، وقال: سيبه، انا هتصرف. ساعتها بصيت له وشفت في عينه توتر عمره ما ظهر. قلت له: هو في ايه؟ رد: اجراءات. الهمس قطعنا: اسألوا عن تقرير قديم اتكتب في نفس المكان. الدكتور نبيل اتنحنح وقال: انت تعبان من السهر. بس صوته ما كانش وافق. انا قربت خطوة: في تقرير قديم باسمي. سكت، السكون اتقتل، وبعدين قال: مش وقت كلام. الهمس اتجمع في جملة واحدة: لو اتكتب الصح هتفتكر. أنا حسيت إن في حاجة في دماغي بتخبط، ذكريات مقفولة، صور مش كاملة. الدكتور نبيل حاول يغير الموضوع: اكتب وخلاص. بس أنا لأول مرة ما قدرتش أطيع، لأن الموضوع ما بقاش شغل، ده بقى أنا. دخلت نفس وقلت: مين اللي بيكتب؟ الهمس رد: في طرف بيستفيد، بيظبط الخلاصة عشان الملفات تقفل. الدكتور نبيل قال بعصبية مكبوتة: كفاية، وبصلي كأنه بيترجاني أسكت. بس أنا كنت خلاص فتحت الباب. سألت: هو الطرف ده أنت؟ الدكتور مردش، بس إيده شدت على الملف بقوة. في اللحظة دي من ناحية الحيطة طلع هوا بارد من فتحة صغيرة، كأن الجدار بيتنفس، ومعاه همس جديد مختلف أعمق: إحنا اللي جوه السابع. اتلفت، حسيت إن الغرفة اللي أنا فيها مجرد طبقة فوق طبقة، كأن تحتينا قصة تانية كاملة. الدكتور نبيل رجع خطوة لورا ووشه اتغير، كأنه عارف الجملة دي. أنا قربت من الفتحة وسمعت صوت خفيف زي حركة تروس بعيدة، مش عالي بس منتظم، كأنه ساعة كبيرة شغالة تحت المكان. الهمس قال: الورق هنا بيتختم قبل ما يتقري. وأنا رديت: طب ليه أنا بس اللي سامع؟ الهمس جاوب بهدوء: عشان أنت اللي بتكتب. حسيت إن دي مش موهبة، دي مصيدة. الدكتور نبيل حاول يمشي ناحيتي ويوقفني: حسام، اطلع بره. لكن الهمس قال: لو خرجت هيتكتب عليك اللي يتكتب على غيرك. أنا اتصدمت من الجملة، كأن في خيارين: يا أهرب واسكت، يا أواجه وأعرف. خدت الملف من إيد الدكتور فجأة وفتحت الصفحة الأخيرة. ما كنتش عايز أشوف، لكن عيني راحت وحدها. أنا مش هقول كان مكتوب إيه بالتفصيل، بس اللي شفته خلاني أفهم إن في سطر في حياتي اتحط بدري قوي، سطر خلاصة مش بتاع حياة طبيعية. رفعت عيني للدكتور: أنت كنت بتخبي إيه؟ هو بص للأرض وقال: في حاجات اتفرضت. الهمس رد عليه: والفرض ده اتكتب. أنا مش هقول كان مكتوب إيه بالتفصيل، بس اللي شفته خلاني أفهم إن في سطر في حياتي اتحط بدري قوي، سطر خلاصة مش بتاع حياة طبيعية. رفعت عيني للدكتور: أنت كنت بتخبي إيه؟ هو بص للأرض وقال: في حاجات اتفرضت. الهمس رد عليه: والفرض ده اتكتب. نور الطوارئ نور أقوى فجأة، كأن الكهرباء رجعت. وفي نفس اللحظة الطبعة القديمة اللي جنب المكتب اشتغلت لوحدها. ورقة طلعت ببطء، أنا قربت منها وقلبي بيدق. الورقة كان فيها سطر واحد واضح: تم فتح ملف حسام. الدكتور نبيل اتجمد وبص للممر كأنه مستني حد يدخل يكمل اللي بدأه. أنا مسكت الورقة وإيدي بتترعش. الهمس قال:
اكتب الحقيقة وبس. الدكتور نبيل قال بصوت واطي: اقفل الموضوع. لكني لأول مرة حسيت إن القفل مش في إيدي، القفل في السجلات. بصيت للملفات المترتبة وحسيت إن كل ملف منهم ممكن يكون فيه نفس الغلط، نفس الخلاصة اللي بتريح حد وتظلم حد. في آخر لحظة قبل ما أتكلم سمعت الهمس يهمس بأسماء كتير، مش تهديد، كأنه بيفكرني إن الغلط مش واحد. رفعت القلم ووقفت قدام التقرير الجديد اللي عليه لقبي. القلم كان هيكتب، بس ساعتها الباب الخارجي خبط خبطتين، مش قوي بس كفاية يخلي الغرفة كلها تسكت مرة واحدة. الدكتور نبيل بصلي وقال لي: ما تفتحش. الهمس قال: افتح، بس ما تكتبش غير اللي تتيقن منه. أنا خدت نفس طويل وأنا رايح ناحية الباب. سألت نفسي: أنا دخلت الشغل ده بإرادتي ولا أنا اتسحبت له من زمان؟ وقبل ما ألمس المقبض الهمس قال آخر جملة: التقارير مش بتقفل، التقارير بتستنى.